السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. احنا في ايام مباركة، والاول مرة بطلب الطلب ده، يعني اتمنى كله يشوف الفيديو للاخر. ولو حد حب يشير يا ريت يشير، هما كلمتين مهمين جدا من وجهة نظري، واتمنى اللي يسمع الكلمتين دول يشيرهم. بصوا يا جماعة، احنا بنتفرج على الكورة، يعني انا واحد من الناس بتفرج على الكورة من وانا عندي 5 6 سنين، ما كنتش لسه فاهم حاجة. وياما اتعصبت وياما خنقت وياما اتضايقت وياما كل الأحاسيس اللي في الدنيا حسيناها مع الكورة. فرحنا وانبسطنا وزعلنا وزعقنا وشتمنا وعملنا كل حاجة، مش هقول لك ما شتمناش. أنا واحد من الناس كنت بروح المدرج وكده كنت بشتم عادي، وشتمنا أندية زي الزمالك والإسماعيلي، وشتمنا لعيبة وقلشنا على لعيبة وعملنا كل حاجة، وكان في لعيبة أول ما تنزل بنعمل عليها هجوم في الملعب. كل الحاجات دي احنا عملناها. بس في حاجة واحدة ما كناش بنعملها احنا كجمهور مدرج او كجمهور قديم. انا ما اعرفش الجمهور دلوقتي بتاع السوشيال ميديا، بصراحه الامر بقى غريب ومرعب مرعب لدرجه لا تتخيلها قسما بالله. يا جماعه الكوره في الاول وفي الاخر هي بيزنس، اكل عيش، شغل بتاع ناس. زي ما انت بتصحى من نومك تروح الشغل، لاعب الكوره ده بيصحى من نومه يروح يتدرب ويلعب كوره، هو ده شغله، هو ده اكل عيشه. لاعب الكوره لو اتصاب اصابه بيقف حاله وبيقعد في البيت. هو مين اللي هيلعبه وهو مصاب؟ مين اللي هيدفع له فلوس وهو مصاب؟ هي شغلته اكل عيش، ربنا رزقه وقال له خد يا ابني رزقك في لعب الكوره. ما اعترضش. تمام. دي نقطة. تاني نقطة، أنا جماهير الزمالك من ساعة موضوع زيزو ده ما راح الأهلي، أنا أقسم بالله تقريبا ما فيش يوم عدى عليا غير ولقيت حوالي 3 أو 4 كومنتات يوميا بشكل يومي، كأنهم روتين يومي كده. روح ربنا يرزقك بصليبي، روح تشوفوا في عيالك. عياله ذنبهم ايه؟ بنته ذنبها ايه؟ ولا يا جماعه انتوا مجانين؟ تشوفوا في اهل بيتك. طب مراته ذنبها ايه؟ امه ذنبها ايه؟ ابوه ذنبه ايه؟ ده لاعب كوره وجاله اوفر من مكان تاني ومشي مع الف سلامه يا سيدي، ربنا ييسر له الحال. اكرهه. ما قلتلكش احبه، ما قلتلكش اتمنى له الخير، لا، بس اقل شيء ما تتمنالوش الشر. يا عمي انا عارف، انا بالنسبه لي ممكن تقول انا اتمنى ان هو ما يتوفقش مع الاهلي، ما ياخدش ولا بطوله مع الاهلي، يبقى صفقه تحت السلم زي ما بكذا صفقه حصلت عليها وهج اعلامي وي وي وي، وفي الاخر جت بلح في الاخر وفشوش. اتمنى له اي حاجه بس ما تتمنالوش قطع عيشه. اصابته دي فيها قطع عيش. ما تقولش تشوفه في عيالك وتشوفه في اهل بيتك. اهل بيته ذنبهم ايه؟ عياله ذنبهم ايه؟ هو الراجل نفسه ذنبه ايه؟ ده واحد جاله اوفر من مكان تاني ومشي خلاص. يا جماعه حرام، والله قسما بالله حرام. ليه تشيل نفسك ذنب في ايام مباركه زي دي؟ احنا ده انا بشوف ناس بتقول لك بحق الايام المباركه يشوفوا يجي فيه ويجي فيه. يا جماعه انتوا مجانين. انتوا بتدعوا على واحد عشان مشي عشان اكل عيشه. يا عم يتحرق الاهلي على الزمالك على الكوره كلها اللي تخليك تعمل كده في لاعب؟ يعني انتوا مجانين يا جدعان.